هو ليه رئيس دولة بحجم مصر يطلب من الناس يتبرعوا؟ هو احنا ناقصين تبرعات ولا في رسالة أعمق محدش فاهمها؟ بص يا سيدي، لما القائد بيطلب من شعبه حاجة مفيش حرف بيتقال بالصدفة، اللي اتقال مش مجرد تبرع، دي كانت رسالة مهمة وواعية جدا موجهة للداخل والخارج في نفس الوقت. القائد هنا مش بيقول ادفعوا علشان الدولة محتاجة، هو بيقول اشتركوا، خليكوا جزء من اللي بيحصل، لأن المعركة اللي مصر فيها دلوقتي مش معركة جيش بس، دي معركة وعي وموقف وتحدي. اللي فهم الموضوع على انه شحاتة هو اللي مش فاهم المعنى الحقيقي للتكافل. القوة مش بس في السلاح والاقتصاد، القوة في ان الشعب نفسه يبقى صاحب الفعل مش متفرج. والاذكى من كده بقى ان الطلب ده في توقيته كان ضربة على وش كل اللي بيزايد، كأنه بيقول لهم اتفضلوا ورونا الوطنية اللي بتتكلموا عنها بالافعال مش بالكلام. في النهاية الرسالة وصلت للكل، مصر بتبني بايديها وشعبها واقف معاها بارادته، مش لان حد قال لهم يعملوا كده، لكن لانهم مؤمنين ان البلد دي تستاهل.